السلام عليكم في فيديو جديد دائما على الكرة عندك على قناتنا على اليوتيوب. بأي طريقة غنهضروا بأي عن المشاعر مختلطة للأسف الشديد. بطبيعة الحال المشاعر ديال الحزن ماشي ديال شي حاجة أخرى. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة من نصف النهائي أمام السنغال. الانترو ونرجعوا ندخلوا نشوفوا شكون الأسباب. وللأسف هذه الفئة دائما تنقولوا اللي كينجح راه ما تنغيروش لا المدرب ولا اللعابة. هذه الفئة دي كان مع نبيل باه توج باللقب الافريقي ومشى لكاس العالم، خرج من الربع النهائي. اجي نحيدو نحيو ونجيبو مدرب ما عندوش السيفي يدير علينا السيفي. حنا هو ولا عنده نصف نهائي ديال كاس افريقيا، نتمرمدو في بلادنا مع السنغال للمره الثانيه. انطرورج الكرة عندك فين ما مشيتي وفين ما كنتي دايما حاضرة معاك. مع العربي الخبر بين يديك كل شي باين كل شي كاين. اهداف تحاليل دايم في قلب الاحداث. الكرة عندك هي ولا بلاش. الكرة عندك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية محمد الأمين السراج المنير البشير النذير عليه أزكى الصلاة والتسليم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. للأسف الشديد مرارة الإقصاء مرة أخرى نتجرعها، وهذه المرة لفئة أقل من 17 سنة وأمام نفس المنتخب السنغالي وبنفس المدينة، مدينة الرباط. فقط من تغير وهو أرضية الملعب البساط الأخضر. الكبار شفنا ملعب اللي سبحان الله ولا مرتبط اسمه بخسارة النهائيات، لا على مستوى نهائي كأس أفريقيا للأمم الكبار أمام السنغال، ولا على مستوى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للجيش الملكي ضد ماميلودي ساندونز. الآن نفس المدينة لكن الملعب يختلف، ملعب مولاي الحسن بنفس المدينة مدينة الرباط. للأسف الشديد خسارة أخرى لنصف نهائي كان من الممكن أفضل مما كان لو يعني مجريات المباراة دبرت على نحو جيد. المدرب البرتغالي للأسف الشديد التساؤل المطروح عندي شكون اللي جاب هذا المدرب بدون سيفي بدون صحيح كان في بنفيكا في الفئات الصغرى لبنفيكا. هاد بيريرا واش جي عندنا حنا باش يدير السيفي؟ هاد المدرب البرتغالي واش جي عندنا حنا باش كبرها هو اليوم تعطاه نصف نهائي من ذهب وما عرفش يجي رايه؟ لا التغييرات لا الكوتشينغ، مباراة عشوائية، اخطاء فردية لبعض اللاعبين، لا تكتيك رسم تكتيكي في المستوى. للاسف الشديد مباراة للنسيان. معول على اننا يجينا بيلانتي ولا تجينا كره ثابته، يعني معول على ابسط الجزئيات في الكره تقدر ما تجيكش. احترم المنطق اليوم اقول، ولو كان خسرت السنغال هي اللي غتكون مفاجاه ماشي حنا. كامل الاحترام بكل روح رياضيه بان السنغال تستحق اليوم ان تتاهل الى النهائي. ها هم اليوم غيلعبوا النهائي امامك، امام الانصار ديالك وبالميدان ديالك، وانت ما كاينش في نهار العرس. للاسف الشديد ها حنا السي القجع والاداره التقنيه واللي جابت هذا المدرب، ها الثمار بديتو كتجنيوها. ثمار زوينه تبارك الله باش تنحي مدرب شامبيوني بهذا لاكوب دافريك، وتجيب بيريرا ما عندوش السيفي، كان فقط في نادي ديال فريق بنفيكا، وتعطيه منتخب وتعطيه مشروع بروجي اللي هو كان ديجا مؤسس على المدربين والاطر الوطنيه بلي ستاف تكنيك وطني بالكامل، من يعني اعلى بوست بالنسبه للمدرب نبيل بها الى اخر بوست. انا ما كندافعش انا على نبيل بها، انا تنقول نبيل بها حقق كل ما حققش غنقول حتى هو راه عادي جدا. هذا المدرب راه وصل بينا لواحد الشوط في صغرى صحيح، ولكن هذه الفئه راه تم تحطيمها بواسطه هذا المدرب وبمن اتى به. يعني تخيلوا الوليدات غيتحطموا امام الانصار ديالهم وبالميدان. هاد يعني هاد العقده غتبقى لهم بان السنغال وهذا البعبع الافريقي غيبقى قدامهم شبح. تخيلوا نفس الفئه غتكبر غدا ولاعبه غادي يكبروا وغادي يوجدوا نفس الفئه اللي فازوا عليهم بالميدان ديالهم امام الانصار. راه كانت الترشيح صحيح، ولكن انا اتساءل كيف دبرت المباراه. دبرت بطريقه خاطئه تكتيكيا حتى على مستوى الكوتشينغ. صافي فقط مدرب كيدير تغيير من اجل تغيير، ما عارف شنو كيدير اصلا. العود كان الاسوء
وعاطي الشاره ديال الكابيتان لانه عنده تجربه ديجا وفاز في النسخه الماضيه مع المنتخب ديال نبيل بها. ولكن في هذه النسخه شفنا العود يعني من مباراه الى مباراه، من السيء الى الاسوء للاسف الشديد، وضيع كرات كثيره جدا كان من الممكن اننا نخرجوا بهدفين لهدف او على الاقل بالتعادل، ولولا البيلانتي في اخر الدقائق، ركله جزاء في اخر دقائق المباراه، لكنا بطبيعه الحال السنغال تخرج منتصره في هذه المباراه في مجرياتها وماشي بالركلات الترجيح. للاسف الشديد امور هناك كما قلت تسير عكس التيار من طرف الاداره التقنيه. حققنا نجاحات، هذا هو السؤال المطروح مع الاطر المغربيه، لماذا يتم تغيير هذه الاطر؟ لماذا؟ هذا هو السؤال بغي عليه جواب. الاراء ديالكم في التعليق الخوت، وما كنقرا جميع التعاليق. ما تنساوش من الدعم ديالكم لي لايك، وعملوا لنا شير مع الاصدقاء والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فين ما مشيتي وفين ما كنتي دايما حاضرة معاك، مع العربي الخبر بين يديك كل شي باين كل شي كاين، أهداف تحاليل دايم في قلب الأحداث، الكرة عندك هي ولا بلاش. الكرة